السلام عليكم. كان في موضوع مهم كنت عايز اتكلم معاكم فيه بخصوص الاكاديميات الرياضيه. الاكاديميات الرياضيه كان زمان نقدر ان احنا نقدر نعمل منشاه فرديه او شركه اشخاص او اي نوع من الشركات، اقدر اعمل بيها اكاديميه واقدر اتعاقد مع النوادي واقدر اشتغل عادي. دلوقتي الموضوع ده اتلغى طبقا للقانون الخاص بجهاز الرياضه اللي هو تبع وزاره الشباب والرياضه. بقى دلوقتي لازم عشان تعمل اكاديميه لازم تعملها شركه مساهمه. يعني ايه شركة مساهمة؟ يعني انت لازم تأسس شركة في هيئة العامة للاستثمار، نوع الشركة نوعها شركة مساهمة. والشركة المساهمة ما بيقلش فيها عدد الأفراد عن 3 أفراد عشان تقدر تعمل أكاديمية. وبعد تأسيسها بتقدر ان انت تروح الجهاز بتاع الشباب والرياضة عشان تقدم الترخيص بتاعك. انما بالنسبة للمنشآت الفردية اللي كانت متأسسة قبل كده او شركات الاشخاص، الحاجات دي كلها بتتلغي دلوقتي. وبقى اغلب الاكاديميات دلوقتي عشان تأسسها لازم شركة مساهمة. فخد بالك من الجزئية دي كويس قوي. بالنسبة للشركات المساهمة لازم ياخدوا بالهم في الحتة ديت. وكمان بالنسبة للأكاديميات اللي هي كانت متأسسة منشأة فردية، تاخد بالها كويس قوي إن هي بعد فترة هيتم إلغاء التعامل معاها ومش هيبقى فيه تعامل معاها. فياخدوا بالهم من دلوقتي ويبتدوا يمشوا في موضوع تأسيس الشركة المساهمة. ولو عايزين تعرفوا موضوع تأسيس الشركة المساهمة، أنا كنت نزلت فيديوهات بخصوص الجزئية ديت للي حابب يتعرف عليها. فخدوا بالكم من الجزئية دي كويس قوي، خاصة بجزئية الأكاديميات الرياضية بالذات.